النهارده بمناسبة شهر رمضان قلت بقى ايه نجرب شوية منتجات غريبة بس تنفع للسحور. هنبتدي دلوقتي بالمنتج اللي مفيش سحور في بيت مصري بيستغنى عنه، اللي هو الزبادي. طيب هنجرب في الأول ايه دوت زبادي يوناني بالفانيليا بدون لاكتوز. فهم بيهتموا جدا بموضوع حساسية اللاكتوز. هم هنا هو عندهم أنواع حساسيات كتيرة جدا وغريبة جدا. ف دايما في أي سوبر ماركت بتلاقي قسم للمنتجات اللي بدون لاكتوز. فقلت أجربه نشوف هل هيبقى طعمه مختلف ولا هو. فنفتحه. هو مش نفس سماكة الزبادي اليوناني. الزبادي اليوناني بيبقى أسمك من كده، بس خلينا نجرب طعمه ونشوف. بسم الله. هو مسكر، في سن السكر صغيرة، الفانيليا خفيفة قوي بس مش سميك زي الزبادي اليوناني العادي. طيب هنشوف ايه تاني. ده زبادي بطعم التشيز كيك اللي بالليمون. فأنا لما شفتها استغربت جدا بصراحة. يعني أنا شفت هنا هو أطعم كتير في الزبادي بالذات بيحطوا أطعمة غريبة جدا، بس أنا أول مرة أشوف بطعم التشيز كيك اللي بالليمون ده هو، أو التشيز كيك عموما. يعني انا اللي اعرفه ان هو الزبادي العادي، الزبادي اللي بالفانيليا، الزبادي اللي بالفواكه، لكن الزبادي اللي بالاطعمه التانية ديت انا في حياتي ما سمعتش عنها اصلا. فخلينا نفتح الزبادي ونشوف. خلينا ناخد الحته اللي فيها الليمون كتير ديت ونجرب. بسم الله. واو، لا بجد حلو جدا. 10 من 10. طعم الليمون فيها مش اللي هو القوي الزاع اللي يخلي الواحد يعني يتضايق، وطعمه انا كاني باكل تشيز كيك فعلا. طعمه حلو قوي. انا بقالي هنا هو سنين ما اكتشفتش الحاجات دي. والله العظيم القناه دي خلتني اكتشف كميه منتجات في حياتي ما كنت اتخيل اساسا ان انا ممكن اجربها. عجبني جدا، تحفه. نجرب بقى ايه ده. زبادي بطعم جوز الهند. خلينا نجرب. هو ده الزبادي العادي مش زبادي يوناني. نجرب. بسم الله. طعم جوز الهند يعني بعيد قوي. هو مش وحش، يعني هو مش وحش، هو حلو، بس طعم جوز الهند جاي من بعيد قوي. الحلو فيه ان النوع دوت ليبرتي دوت 9% دسم. عارفين يعني ايه هنا هوت تبقى فيه حاجة 9%؟ هنا هوت الزبادي كامل الدسم 3.25%. ده زبادي كامل الدسم. انا اول ما جيت وشربته اللي هو ايه ده احنا اللبن الخالي الدسم اللي عندنا طعمه احلى من كده هو شويه، او يعني دسم عن كده شويه يعني. فكون ان يبقى فيه منتج 9%
دسم، يعني معناتها ان ده منتج محترم صراحة. الشركة دي هيت ابدعت. بس النوع ده هو حلو، هو حلو ان هو فيه سكر خفيف كده هوت جاي من بعيد، وطعم الجوز الهند جاي من بعيد برضو، لكن هو لذيذ جدا فحلو قوي. ده بطعم الموكا، زبادي بطعم الموكا. فده استغربته برضو جدا، فنشوف. فخلينا ندوق. بسم الله. فين القهوة؟ غريبة، ده بعيد. لا انا مش حاسه بطعم قهوه خالص، ولا بطعم سكر. يعني انا حاسه ان انا لو غمضت عيني كده حاسه ان انا باكل زبادي عادي اللي هو بدون اي طعم. بس هو كطعم زبادي طعمه حلو، لكن مش بطعم الموكا ولا بطعم القهوه ولا في ريحه الكلام ده خالص يعني. فليبرتي بصراحه في التشيز كيك اللي بالليمون تحفه. لو حد موجود هنا هو ويقدر ان هو يجيبه ما يترددش، تحفه ومش هيندم. في ايه تاني بقى؟ في نوع تاني من الزبادي اسمه استرو ده برضو من الماركات اللي مشهوره، اللي بتعمل بدون جيلاتين، بيكتب لك سون جيلاتين يعني بدون جيلاتين. فده حلو قوي. وده بقى بالكابوتشينو. هنا هو تبصوا بقى ده لونه. انا ابني قضى عليه شكله حبه قوي، فخلينا ندوقه. ده بالكابوتشينو بصوا، فخلينا ندوق. انا ما دقتهوش قبل كده. ده حلو، ده كأنك يعني طعم الكابوتشينو باين فيه جدا، طعمه حلو قوي يعني، بس منتج غريب قوي. يعني انا ما تخيلتش في يوم من الايام ان انا ممكن اكل زبادي بالقهوه بالكابوتشينو بتاع، بس طعمه حلو. سكره هادي كده ورايق، وطعمه الكابوتشينو باين فيه جدا، فلطيف. هنجرب بقى ايه ده زبادي من لبن جوز الهند. اظن في حياتكم ما سمعتوش عن حاجه زي كده اهو. انا شخصيا اللي هو زبادي بجوز الهند وات؟ ده زبادي بجوز الهند بالمانجا والباشن فروت. فخلينا نجربه. فده شكله لونه حلو، وفي حتت مانجا باين اهي. بصوا فيها حتت مانجا كده، مش عارفه باين ولا ايه. فهو شكله مشجع، ريحه المانجا جامده. فنجرب. بسم الله. المانجا مزة. فين مانجتك يا مصر؟ في مزازة غريبة، مش عارفة ايه المشكلة اللي فيه بالظبط يعني. طيب هنخش على ايه بعد كده؟ هو هنخش على الجبن. مفيش انواع جبن كتير غريبة النهاردة، لكن انا في 2 عايزة اوريه لكم. احنا طبعا كلنا عارفين اللافاش كيري. اللافاش كيري دوت معروفة وكل الناس في العالم كلها بتاكلها، لكن هل انتوا سمعتوا قبل كده هو عن لافاش كيري بالثوم والاعشاب؟
لافاش كيري بتوم واعشاب. فدي كانت فكره غريبه قوي بالنسبه لي، فخلينا نجرب. نجيب واحده مثلثه، نفتحها كده، بسم الله. طعم التوم باين فيها قوي، الاعشاب اللي فيها مش عارفه ايه الاعشاب اللي باينه. هحاول اكل حته كده اهوت لوحدها. التوم اللي نكهته باينه قوي، الاعشاب يعني بس هي نكهتها مختلفه عن الجبنه اللافاش كيري اللي احنا متعودين ان احنا ناكلها. هنجرب بعد كده اهوت ايه بقى يا بنات. ديت جبنه معيز. جبنه معيز عاملين هنا اهوت ثلاث طعوم هي اسمها ايه بطعم يعني. فعاملين واحده بالكرانبيري. الكرانبيري اللي هو دوت يعني من نوع من انواع يعني يشبه كده هو الكريز، بس بيبقى مز قوي يعني، مش عارفه اسمه ايه بالعربي صراحه. والقرفه النوع التاني اللي هو العادي البلان اللي هو الساده اللي من غير اي حاجه خالص، والتاني اللي هو بحبوب الفلفل المجروش. فخلينا ندوق، نفتح ونجرب. ده شكل اللي بالكرانبيري والقرفه. دي شكلها، هي بتبقى متغلفه من بره كده اهوت بالكرانبيري، ودي من جوه اللي هي بتبقى الاساس. خليني ادوق حته الاول كده، بسم الله. مسكره شويه، الكرانبيري دوت مطبوخ، فطعمه شويه عامل زي الزبيب لكن في مزازه، فاهمين؟ فطعمه لطيف. ما جربتهاش قبل كده. انا جربت جبنه المعزه اللي هي العاديه، لكن اللي بالكرانبيري ديت ما جربتهاش، فحلوه. طيب التانية بقى اللي هي الفلفل المجروش. فخلينا ناخد حته. دي بيبقى شكلها، بتبقى من بره كده هو بالفلفل. خلينا اخد حته الاول كده، بسم الله. سبايسي، الفلفل مجروش كمان، فعايزه يكون حد بيحب السبايسي، بس انا عجبتني الاكتر منها اللي بالكرانبيري. يعني صراحه ما تخيلتش ان هي ممكن تعجبني يعني. نجرب بقى ايه البلان الساده العاديه. دي بتبقى اللي هي العاديه البيضه ديت، انا بنجيبها على طول، طعمها حلو قوي يعني. انتو تحفه. جبنه المعيز طعمها مختلف تماما عن الجبنه اللي بتتعمل من اللبن العادي، اللبن البقري او اللبن الجاموسي. بس دي طعمها تحفه تحفه، كريمي كده هو وغنيه وحلوه. صراحه حلوه قوي، والله نفسي اقول لكم اتفضلوا معايا ودوقوا بجد والله. طيب هنجرب بقى ايه دلوقتي؟ نوعين من انواع
اللبن. فده اول واحد. ده لبن ايه؟ احنا كنا بناكل جبنه ايه دلوقتي؟ جبنه المعيز. يبقى مش معقوله هناكل الجبنه من غير ما نجرب اللبن بتاعها. انا ما تخيلتش ان لبن المعيز ممكن يكون بيتباع في السوبر ماركت عادي، او لي دو شيفر جوت يعني المعزه. فخلينا نجربه. انا ما جربتهوش قبل كده. انا دقت قبل كده الجبنه بتاعت المعيز، لكن ما شربتش اللبن بتاعها. فخلينا نجرب. بسم الله. طعمه خفيف. انا مش عارفه هل هو مكتوب هنا هو 2% دسم. 2%. بصوا 2%. فانا مش عارفه هل هو علشان خاطر منزوع الدسم ولا هو طعمه كده. بصراحه انا لو غمضت عينيا مش هقدر افرق قوي ما بينه وما بين اللبن العادي. يعني مش حاسه ان في اي اختلاف كبير ما بين الاتنين. في لبن تاني بقى هنا. ده لبن شوفان بطعم اللاتيه. لبن شوفان بطعم اللاتيه. ف استغربته جدا بصراحه. فخلينا نجربه ونشوف. بصوا لونه. حساها ميه معكره. فخلينا نجرب. ريحه القهوه زعقه. بسم الله. يعني تخيلوا ان انتوا عاملين يعني قهوه كويس، حاطين لها سكر ومظبطينها واخر حلاوه باللبن بتاعها بكله، وبعد كده رحتوا جايبين معلقتين كده كبار حطيتوهم في كوبايه وزودتوا الباقي ميه. تخيلوا الطعم. لكم ان تتخيلوا الطعم. استغفر الله العظيم. على رأي اخواتنا السعوديين الله يعز النعمة، لكن ده ما يتشربش اطلاقا. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله. طبعا السحور ما يحلاش بدون بيض كويس. فانا لقيت بقى اولا ده ده بيض سمان. تخيلوا بيض سمان والله. اللي هو كوكي. يعني انتوا متخيلين البيضه حجمها قد ايه؟ بصوا البيضه. بصوا البيضه عامله ازاي. كوكي. يا لهوي. هعملها لكم دلوقتي ونشوفها مع بعضينا برضه. بس هعملها لكم بالمره بقى. ده بيض يعني مكتوب بيض نباتي. بيض اوف فيجيتو يعني معناتها نباتي. كيف؟ الله اعلم. نشوف مكتوب عليه ايه. مانج بين بروتين. مانج بين نوع من انواع الفاصوليا البيضاء، بس بتبقى اعتقد صغنططه شويه كده. اذا لقيت هدور لكم واحط لكم صورتها هنا كده تشوفوها. هحاول اوري لكم شكله عامل ازاي. بصوا يعني عارفين شكله بالظبط عامل زي ايه؟ لما بتجيبوا الكاسترد، البودره بتاعت الكاسترد
وتاخدوها وتدوبوها في اللبن او في الميه او ايا كان. يعني عارفين اللون ده هو الكاسترد الفانيليا، نفس الفكره بالظبط يعني. فهنجرب ونشوف، هعملهم دلوقتي على النار واشوف. بس في بقى حاجه حبيت اوريها لكم برضو كانت غريبه قوي بالنسبه لي يعني. فبدل ما هنستخدم سمنه هستخدم هنا ايه؟ هستخدم دهن البط. هعملهم على النار ونيجي نجربهم سوا. ورجعت لكم تاني يا حبايبي يا حلوين. وده منظر البيض ده، البيض اللي هو مش عارفه باين، ايوه كده احسن تهيألي. ده اللي هو البيض اللي هو السايل ده، اللي هو من اصل نباتي، شكله عامل زي السكرامبلد ايج كده يعني. هو اول ما حطيته كان عامل زي السائل كده، واخد مده يعني كأن انتوا مثلا حاطين كاسترد او حاجه وعمالين بقى ايه بس مقللين له اللبن. فلما تيجوا بتقلبوا عارفين لما يبقى يبتدي يكلكع كده وبتاع ويعمل، اعتقد نفس الفكره ديت، هي نفس الفكره عشان خاطر تديكوا الشكل ده هو. وده بيض السمان. فسنذوق. كنت عايزه بس اوريكم من جوه ديت شكل العلبه بتاعه دهن البط. كان شكله غريب. هو ملهوش ريحه، ما فيهوش ريحه زفاره اللي هي المزعجه دهيت. فاكيد هما بيكرروه بيعملوا اي حاجه، بس هو مكوناته عباره عن دهن بط. فخلينا نجرب وندوق. عايزه ادوق الاول بدون اي حاجه تكون محطوطه عليه. ريحته عامله زي لبن الشوفان. خلينا ندوق. طعمه غريب، ولا يمكن انا عشان خاطر حاطه في دماغي انه هو نباتات فمش مستساغاه. بس تصدقوا بتاع الدهن بتاع البط مديله طعم نكهه كده لذيذه. طب خلينا نجرب بالعيش كده نشوف، لان انا شوف في حته حاطه عليها فلفل نكهته لوحده كده بدون اي حاجه، مش الطف حاجه. خلينا ندوق. بسم الله. طعمه مش وحش، بس هو الملمس بتاعه القوام بتاعه في البق مش قوام البيض اللي احنا متعودين عليه، يعني اطرى وانعم كتير. فهو بس هو مش وحش يعني انا لو حطوهولي كده هو مش هاخد بالي يعني. اللي هو بيض سكرامبل بيض عادي يعني. حلو. طيب خلينا ندوق بيض السمان. انا عايزه ادوق بيض السمان لوحده الاول. دي منظر البيضه الزقنانه خالص يا خطي. بسم الله. في نكهه مميزه حلو يعني، ما تفرقهوش عن البيض العادي. لو ما حدش قال لي هاكله عادي كانه بتاع ده، بس كتجربه الفكره نفسها لذيذه وجديده. طيب اكلنا بقى، عايزين نحلي. فهنحلي بقى بايه؟ توفو بالموز. بيعملوا توفو بطعم بيبقى عامل يعني اتقال لي ان هو عامل زي البودينج بيبقى بطعم. فقلت نجرب ونشوف. هو عامل زي التوفو ده هو يعني يعتبر نوع من انواع الجبنه، فينفع في السحور يعني.
فخلينا نجرب ونشوف. ده شكله، هما 2، انا فتحت 1. ده شكله، فخلينا نجرب. طري جدا، ملمسه عامل زي ملمس البودينج بالظبط. فخلينا نجرب. بسم الله. حلو، ملمسه عامل زي الكريم كراميل بالظبط، نفس الملمس بالظبط. نكهة الموز لطيفة، مش جامدة، مش زعقة قوي، بس موجودة. السكر مش كتير. حلو قوي، ده تحسوه ريفريشنج كده اهوت، فلطيف ان هو يتاكل بعد حاجة دسمة. هتحس ان هو بيرطب لكم كده اهوت، وخفيف. حلو قوي. طيب اخر حاجة بقى معانا دي، مش عارفة باينة، ديت زبدة الإرابل. الإرابل اللي هو الميبل سيرب، الميبل اللي هو الشراب القيقب بالعربي. ده كندا مشهورة بيه، ودايما بتلاقيه في كل حتة في كندا، ولدرجة ان هو يعني الشعار بتاع الشجرة بتاعته اللي هو الشعار بتاع كندا، بتاع العالم بتاع كندا. فبيعملوا منه سيرب، وفي بيعملوا منه زبدة الميبل سيرب. فمش عارفة ده بيبقى مكوناته ايه. هو بيور ميبل سيرب بس اكيد طريقة التصنيع بتاعته بتعملوها بطريقة بحيث ان هم يخلوها تبقى عاملة زي الزبدة كده. ف ريحته إرابل خالص. ده شكله. خلينا نجرب ايه حتة كده. حلو قوي. دي كانت شوية الحاجات اللي جربناها علشان خاطر السحور بمنتجات كندية. أتمنى إن هي تكون عجبتكم، وأشوفكم في مرة تانية. باي باي.